السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد من قناة رغد ورودي. النهاردة كنت عايزة أستعرض معاكم شوية حاجات بسيطة يعني جبتها، وكنت عايزة أقول لكم على المشتريات وأسعارها وخاماتها وكل التفاصيل بتاعتها. علشان يعني أي حد نازل السوق يبقى عارف حتى الأسعار عاملة إزاي والخامات عاملة إزاي والموديلات. فاول حاجه ده استكمالا للحاجات الخريفي اللي انا كنت جايباها، اللي قلت لكم عليها. كان التيشيرت ده الخريفي بكم عامل 25 جنيه. لقيت في المحل نزل سعره ل20 جنيه، علشان خلاص يعني احنا دخلنا في الشتاء. هي الماركه اسمها ميني ماوس اهي لازقه فيه. دي عامله 20 جنيه. طبعا انا لما لقيته منزل فيها 5 جنيه فرحت جايباها على طول، ما ترددتش، وقلت حتى لو ما اتلبستش يعني الايام ديت ممكن اشيلها لحد اخر رحمكم الله، لحد اخر الشتاء، يعني على بدايه كده الصيف ممكن تتلبس. وعلى فكره ممكن تتلبس تحت جاكيت، مش هتقول لا. وشكلها جميل وقيم جدا على فكره. تاني حاجه جبت لهم بنطلون اللي هو ممكن يتلبس كده برضك خريفي، وممكن يتلبس تحت تحت الهدوم في الشتاء. تمام. خلاص صورتي. وده البنطلون اللي انا كنت جايباه برضك المره اللي فاتت. حبيت بس اوريه لكم على اساس ان انتوا تبقوا عارفين ان هي ديت الخامه اللي انا كنت جايباها المره اللي فاتت. تعالي يا روجين. جبت بقى دفايتين للبنات، واحده الرغد واحده الروجي. الخامه بتاعتهم عايزه اقول لكم تحفه تحفه تحفه، يعني الخامه تقيله وجميله وشكله قيم جدا. دي اللي هي الترنجات، اللي هي الدفايات، طبعا بتدفي جامد في الشتاء القارس اللي هيجي علينا ده. ف فجبت اللي هو مقاس رغد عامل 70 جنيه. تمام. وده البنطلون بتاعه، ارجو ان يكون الفيديو موضح كويس. تمام. وده يعني البادي والبنطلون نفس التشجيره، مفيش يعني مش حاجه ساده وحاجه مشجره، لا الاتنين تشجيره واحده. خامتهم جميله. المصنع اسمه تقريبا تي تي ام. تمام. دي بتاعت رغد. بتاعت رودي بقى لونها احمر كده، شكلها جميل. افردها بس عشان تبان اهيت، وعليها قلوب سودا. تمام. دي عاملة 65، يعني هو المقاس بيبدأ معاك مثلا من 55، وكل ما المقاس يزيد كل ما السعر يزيد. يعني مقاس رودي عامل 65، والمقاس بتاع رغد عامل 70 جنيه. الاسعار اللي انا بقول لكم عليها دي ده من محل جمله، يعني اكيد يعني لو في السوق هتبقى اغلى من كده بكتير. فانا حبيت بس اللي انا اوريها لكم واوريكم الاسعار. وكل سنه وانتم طيبين، وكل شتاء وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.